بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد انتهينا فيما سبق في الدورة السابقة من كتاب الطهارة والحمد لله، ونبدأ في هذا اليوم بكتاب الصلاة. وكتاب عمدة الأحكام وكذلك كتب أحاديث الأحكام من الميزة التي فيها والتي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها أن العلماء رحمهم الله لأجل أن يسهلوا لطالب العلم الحصول على العلم فإنهم وضعوا كتبا، ألفوا كتبا في أحاديث الأحكام، ومشوا في تصنيفها على كتب الفقه. فمثلا في كتاب الفقه الذي نقرأه وهو كتاب زاد المستقنع الذي نشرحه، بدأ بكتاب الطهارة، ثم بكتاب الصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بالحج، ثم بعد ذلك بالنكاح، ثم الجهاد والبيوع إلى آخره. كذلك أيضا كتاب عمدة الأحكام ومثله بلوغ المرام مشوا على كتب الفقه، فبدأوا بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم البيوع وما أشبه ذلك. فمشوا في الأحاديث على الفقه لأجل أن يسهلوا على طالب العلم دراسة العلم. وبدأ رحمه الله هنا أو نقرأ إن شاء الله كتاب الصلاة. والصلاة كما سبق وأن عرفناها أنها في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. ومن المعلوم أن الصلاة لها أهمية في الشريعة. مما يدلك على أهمية الصلاة أن الله عز وجل فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، بخلاف بقية الأركان، فإنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الواسطة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، الوحي. مما يدلك أيضا على أهمية الصلاة أن الله عز وجل فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه البشر، فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة، بخلاف بقية الأركان، فإن الله عز وجل فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض. مما يدلك على أهميتها أيضا أن الله عز وجل فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في أفضل ليلة، وهي ليلة المعراج. ومما يدلك على أهمية الصلاة أيضا أنها تتكرر
في اليوم والليلة كم مرة؟ 5 مرات، بخلاف بقية الأركان. فالزكاة في السنة مرة، والصيام في السنة مرة، والحج في العمر مرة. أما الصلاة فإنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. ومما يدلك على أهمية الصلاة أيضا أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فالإنسان إذا دفن في قبره يأتيه ملكان ويسألانه: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ ثم بعد ذلك يسأل عن الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ومما يدلك على أهميتها أيضا أنه لا شيء من أركان الخمسة، من أركان الإسلام الخمسة، تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة إذا تركها الإنسان والعياذ بالله فإن القول الراجح أنه يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة أيها الإخوة لها أهمية في هذه الشريعة. المهم أن المؤلف رحمه الله بدأ بكتاب الصلاة. ومن المعلوم أن الله عز وجل أول ما فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف إلى أن خففت إلى 5 صلوات، فهي 5 بالفعل وهي 50 بالأجر. والصلاة أول ما فرضت ركعتان، ثم بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على ما هي عليه وهي ركعتان. ثم قال رحمه الله: باب المواقيت. والمواقيت هي جمع ميقات، والميقات هو الزمن المحدد لأداء الصلاة، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي قبل الوقت ولا يجوز له أن يصلي بعد الوقت. فالمواقيت أو الميقات هو الزمن المحدد لأداء الصلاة. والصلاة لها مواقيت زمانية، وهل لها مواقيت مكانية؟ لا، ليس لها مواقيت مكانية. فالإنسان بإمكانه أن يصلي في أي مكان على الأرض إلا ما ورد النهي فيه، كالمقبرة والحمام، فهذه لا يصلى فيها. وأما غير ذلك فإنه يصلى في أي مكان على الأرض. ولهذا فالصلاة ليس لها مواقيت مكانية. وبخلاف الحج له مواقيت مكانية. والصلاة لمن لم يجمع لها 5 مواقيت.
ولمن أراد أن يجمع إذا وجد العذر فله أن يجمع الظهر مع العصر في وقت واحد، والمغرب مع العشاء في وقت واحد. وأما الفجر فإنها لا تجمع إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. هذا بالنسبة لمقدمة عن المواقيت. من يقرأ الحديث الأول في الصلاة؟ ارفع صوتك. كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن إياس رضي الله عنه قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هنا سعد بن إياس أشار أو قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود. لماذا أشار بيده إليها إلى هذه الدار؟ لأجل أن يبين لنا أنه قد ضبط هذا الحديث، أو لأجل أن يبين شهرة هذه الدار، لأن الناس كانوا يرتادونها لطلب العلم. قال وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. قوله هنا أي الأعمال، المقصود بالأعمال هنا أي الأعمال البدنية وليست الأعمال القلبية، بدليل جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أجاب بالأعمال البدنية. قال أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، أي أشد حبا لله عز وجل. قال الصلاة على وقتها، والمقصود بالصلاة هنا أي الصلاة المكتوبة المفروضة. هذا هو الأول. قلت ثم أي، يعني وماذا يليه؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين أي كثرة الإحسان للوالدين والتودد لهما. قلت ثم أي، يعني وماذا يلي بر الوالدين؟ قال الجهاد في سبيل الله. والجهاد هو بذل الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد في سبيل الله. إذن هذا في المرتبة الثالثة. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، يعني لو أنني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة لزادني. لو قلت له ثم أي لزادني، لو قلت له ثم أي لزادني. ولكنه رضي الله عنه اقتصر على هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه أراد ألا يرهق وألا يتعب وألا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في غير ذلك، ولهذا تركه. فهذا الحديث من فوائده حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. واعلم أن الصحابة كانوا يسألون فيعلمون
فيعملون بعلمهم بخلاف غيرهم. فبعض الناس يسأل ثم لا يعمل بما علم، فيكون، نسأل الله السلامة والعافية، يكون ما علمه حجة عليه يوم القيامة. والإنسان ينبغي إذا سأل فعلم أن يعمل. إذن حرص الصحابة على العلم والعمل. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصلاة على وقتها، فضيلة الصلاة على وقتها، لأنه قال الصلاة على وقتها. ويستفاد من هذا الحديث أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأنه هنا في أي مرتبة؟ الثانية. ويستفاد أيضا من هذا الحديث فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده هنا في المرتبة الثالثة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الله تعالى يحب الأعمال الصالحة، لأنه قال أي الأعمال أحب إلى الله. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن بعض الأعمال أفضل من بعض وأحب إلى الله من بعض، بعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من البعض الآخر، لأنه قال أحب، وأحب صيغة تفضيل. ويستفاد أيضا، وهي فائدة عقدية، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. فالله عز وجل يحب ويحب، لأنه قال هنا أي الأعمال أحب إلى الله تعالى. فإن قال قائل هل الله عز وجل يحب كمحبة المخلوقين؟ والجواب حاشا وكلا. فالله عز وجل يحب محبة تليق به سبحانه وتعالى، وهي ليست كمحبة المخلوقين، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت صفة المحبة لله عز وجل، لكن من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنقول إن الله عز وجل يحب محبة تليق به سبحانه وتعالى، ولا نقول كما يقول بعض الناس إن المراد بالمحبة هنا هي أن الله تعالى يثيب. بعض الناس يقولون معنى أن الله تعالى يحب أن يثيب، وهذا تحريف. فالمحبة هي المحبة، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعض الناس عطل هذه الصفة، فماذا قال؟ قالوا لا نقول إن الله عز وجل يحب، نعوذ بالله، لأننا إذا أثبتنا المحبة فمعنى هذا أننا شبهنا الخالق بالمخلوق، فالمخلوق من صفته أنه يحب، والله عز وجل إذا قلنا إنه يحب فمعنى هذا أننا شبهناه بالمخلوق. فهؤلاء عطلوا صفة المحبة، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا أخذت بمذهب أهل السنة والجماعة فإنك ترتاح ويطمئن قلبك، فتقول إن الله عز وجل يحب،
محبة تليق به، ولكنها ليست كمحبة المخلوق، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أفضلية المبادرة إلى العمل، أو أفضلية المبادرة في العمل، لقوله هنا الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فنستفيد أن الإنسان الأفضل له أن يبادر بالصلاة على وقتها. نعم، الحديث الذي يليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بنهوضهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروض أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلفحات، والغلس اختلاف ضياء الصبح بظلامة الليل. طيب، عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنوات، ودخل بها وهي بنت 9، وتوفي عنها وهي 18 سنة، وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي من أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. متلفعات يعني متلففات، متلفعات يعني متلففات، بمعنى أن المرأة تغطي البدن والرأس بهذا اللفاف. قالت: متلفعات بمروطهن. والمروط هي كساء مخطط يشبه العباءة، يشبه العباءة. تعرفون العباءة؟ مثل التي تلبس المرأة، تعرفون؟ نعم. متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن. يرجعن إلى بيوتهن متى؟ بعد الصلاة. ما يعرفهن أحد من الغلس. ما يعرفهن يعني ما يميزهن أحد من الغلس، بمعنى أن الرجل إذا نظر إليها لا يعرف هل هي رجل أو امرأة، ولا يستطيع يقول هل هي مثلا فلانة أو فلانة. لماذا؟ من الغلس. وما هو الغلس؟ الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح. يعني إلى الآن لم يسفر الصبح بشدة، هذا معنى الغلس. فهذا
يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الفجر. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها المبادرة بصلاة الفجر، ولا ينتظر الإنسان إلى أن ينتشر الضوء. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تحضر إلى صلاة الفجر مع الجماعة. يجوز للمرأة أن تحضر إلى صلاة الفجر مع الجماعة، لكن بشرط أن تأمن الفتنة، بشرط أن تأمن الفتنة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث مبادرة النساء بالرجوع إلى بيوتهن بعد الصلاة، وأنهن يخرجن قبل الرجال من المسجد. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا خرجت من بيتها فإنها تتلفف بمرطها، وذلك لأنه أستر لها. وعرفنا المراد بالمرط. نعم. الحديث الذي يليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآه مجتمع عجل، وإذا رآه أبطأ أخر. شبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن جابر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة هي شدة الحر، وشدة الحر تكون بعد الزوال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والهاجرة هي شدة الحر وتكون بعد الزوال. وما معنى الزوال؟ الزوال من المعلوم أن الشمس تخرج من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة الشرق. وأين جهة الشرق هنا؟ هذا الشرق. فالشمس تخرج من هنا، ثم بعد ذلك ترتفع شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن تتوسط في السماء. إذا توسطت في السماء وأصبحت فوق الرأس، إذا مالت أدنى إمالة وأقل إمالة إلى جهة الغرب، هذا هو الزوال، أي أنه دخل وقت الظهر. فهذا هو الزوال. إذا توسطت الشمس في السماء ثم مالت أدنى إمالة، فهذا هو الزوال. وهذا هو دخول وقت الظهر. قال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، أي أنها لم تصفر، لأن الشمس كلما اقتربت إلى جهة الغرب فإنها تبدأ بالإصفرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس نقية، أي أنها بيضاء لم تصفر. والمغرب إذا وجبت، يعني إذا غربت الشمس وغابت.
قال والعشاء أحيانا وأحيانا. كيف أحيانا وأحيانا؟ يعني أحيانا يصليها في أول وقتها وأحيانا يؤخرها. ولهذا قال إذا رآهم اجتمعوا، يعني إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل وصلاها في أول وقتها، وإذا رآهم أبطأوا، يعني أن الصحابة إذا تأخروا قليلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء، ولهذا قال وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس كما قلنا قبل قليل هو اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح. فهذا الحديث فيه بيان أوقات الصلوات الخمسة، فيه بيان أوقات الصلوات الخمس. فيستفاد من هذا الحديث أولا بيان مواقيت الصلوات الخمس، ويستفاد أيضا أن السنة أن الصلوات تصلى في أول وقتها ما عدا العشاء، فالسنة أن تؤخر إلى ما قبل السنة أن تؤخر إلى ثلث الليل، وكذلك ما عدا أيضا الظهر فيما إذا اشتد الحر، فإن السنة أن تؤخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني أخروا صلاة الظهر إلى آخر وقتها، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعلى هذا فالسنة في الصلوات الخمس أن تصلى في أول وقتها ما عدا صلاة العشاء، فالسنة أن تؤخر إلى آخر وقتها، وما عدا كذلك الظهر ولكن إذا اشتد الحر. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المصلين، فإذا رآهم اجتمعوا عجل الصلاة، وإذا رآهم تأخروا أخر. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، واجتنابه لما يشق عليهم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة مع الجماعة أولى من الإتيان بها في أول وقتها، أن الصلاة مع الجماعة أولى من الإتيان بها في أول وقتها. أخذنا الفائدة هذه من أين؟ من أحسنت، إذا رآهم أبطأوا أخر. فكان قد يقال إن الرجل يمكن أن يصلي لوحده، ولكنه أخر لإدراك أفضلية الجماعة، وهذا في صلاة العشاء. نعم.
الحديث الذي يليه. عن أبي منهل سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. الألف هنا ما تنطق تكتب ولا تنطق، فتقول إلى 100، وإلا لو نطقتها لقلت إلى 100، ولكنها تنطق إلى 100. عن أبي المنهال سيار ابن سلامة رضي الله عنه قال: دخلت أنا وأبي. شوف المقدسي رحمه الله من ميزة هذا الكتاب أنه في بعض الأحيان يأتي لك بالكنية. فمر علينا قبل قليل أبو عمرو الشيباني، ما اسمه؟ سعد ابن إياس. وهذا سيار ابن سلامة رضي الله عنه، ما اسمه؟ أبو المنهال، أو كنيته أبو المنهال. قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. سيار ابن سلامة رضي الله عنه دخل هو وأبوه على من؟ على أبي برزة. فقال له أبي: حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. والمكتوبة يعني المفروضة. فقال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. الهجير يعني صلاة الظهر، وقبل في الحديث السابق قال بالهاجرة. والهجير كما قلنا لكم، الهاجرة والهجير هي شدة الحر بعد الزوال، وهي صلاة الظهر لأنها تصلى في هذا الوقت. وقال: وهي التي تدعونها الأولى. كيف الأولى؟ لأن أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم متى تصلى هي صلاة الظهر، ولهذا تدعى الأولى. قال: حين تدحض الشمس، وتدحض يعني تزول، وعرفنا معنى زوال الشمس قبل قليل. إذن هذا هو وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس. ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية بمعنى نقية، كما قلنا قبل قليل في العصر في الحديث السابق والشمس نقية، وهنا قال والشمس حية، فهي بمعنى نقية، أي أن الشمس لم تصفر إلى الآن. قال: ونسيت ما قال في المغرب. وهذا يدلك على دقة الرواة، لما نسي قال نسيت، لم يأتي باجتهاد كما يفعله كثير منا في وقتنا الحاضر. إذا سئل لا يمكن أن يقول لا أعلم، وإنما يجتهد. الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا لا يعلمون الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون ما كان يفعله، يقولون لا نعلم. وهذا ليس عيبا أن تقول إذا سئلت أن تقول لا أعلم، اسأل غيري. ولهذا قال: ونسيت ما قال في المغرب. ولكن في الحديث السابق عرفنا متى المغرب، متى وجبت، إذا غربت الشمس. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، والتي تدعونها إيش؟ العتمة.
العتمة. هذه التسمية وهي تسمية العشاء بالعتمة، هذه التسمية من البادية من الأعراب. لماذا كانوا يسمونها بالعتمة؟ لأنهم كانوا يعتمون بالإبل. كيف ذلك؟ كانوا من بخل بعضهم إذا أراد أن يحلب الإبل يعتم، بمعنى أنه لا يحلبها إلا بالليل، لأجل ألا يكون عنده ضيف فيعطيه، فلا يحلب إبله إلا بالليل. ولهذا كانوا يسمونها بالعتمة، كانوا يسمونها بالعتمة. قال: والتي تدعونها إيش؟ العتمة، وهي صلاة العشاء. كان يستحب أن يؤخر من العشاء. وفي الحديث السابق ماذا قال في العشاء؟ إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وهنا صرح قال كان يستحب أن يؤخر من العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها، كان يكره النوم قبل العشاء. لماذا يكره النوم قبلها؟ لأن فيه إذا نام قبل صلاة العشاء فيه مفسدتان. المفسدة الأولى أنه ربما يستمر في النوم وتفوته صلاة العشاء. والمفسدة الثانية أنه ربما أنه يقوم لصلاة العشاء، ولكنه إذا قام يقوم متكاسلا. ولهذا ففيه مفسدتان: أنه ربما أنه ينام عن صلاة العشاء، وربما أنه يقوم وهو كسلان. قال: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. الحديث يعني التحدث بعد صلاة العشاء، لأنه إذا تحدث ولم ينم مبكرا فإن هذا ربما أنه يشغله عن قيام الليل، وربما أيضا أنه ينام عن صلاة الفجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التحدث بعد صلاة العشاء. قال: وكان ينفتل بمعنى ينصرف من صلاة الغداة، وصلاة الغداة هي صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه يعني من بجانبه. وكان يقرأ فيها يعني يقرأ في صلاة الفجر 60 إلى 100. فهذا الحديث من فوائده حرص السلف على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف رضي الله عنهم كانوا يسألون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم قبل قليل، لأجل أن يعملوا بها. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية المبادرة، أي أن السنة للإنسان أن يبادر في صلاة الظهر والعصر والفجر في أول الوقت. وأما بالنسبة لصلاة العشاء فالسنة أن يؤخرها لماذا؟ لأنه قال هنا: وكان يستحب إيش؟ أن يؤخر من صلاة العشاء. ويستفاد من هذا الحديث أنه يسن للإمام
أن يطيل القراءة في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى 100. ومن فوائد هذا الحديث كراهية النوم قبل صلاة العشاء والتحدث بعدها. يكره للإنسان أن ينام قبل أن يصلي العشاء وأن يتحدث بعدها. ويستفاد أيضا أن الأولى أن يسمى الشيء الشرعي باسمه الوارد لئلا يهجر فيجهل. أخذنا الفائدة هذه من أي شيء؟ التي تدعونها العتمة، فالأفضل أن تسمى باسمها الوارد. وما هو الوارد؟ العشاء. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا سئل عن مسألة وهو لا يعلمها أن يقول لا أعلم، أن يقول لا أعلم. والإفتاء عن جهل هو قول على الله بلا علم. وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والعالم إذا سئل عن مسألة وقال لا أعلم فهذا والله هو شرف له وليس نقصا في حقه. نعم. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يسمي العشاء بالعتمة، ولكن المحذور أن يستبدل الاسم. وأما أن يسميها في بعض الأحيان فيجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على صلاة العشاء يسمونها العتمة وهي في كتاب الله العشاء. فالمحذور أن يسمى الشيء بغير اسمه بشكل دائم. طيب. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه يجوز التوقيت بالآيات طولا وقصرا، ولا يعد هذا امتهانا للقرآن، لأنه قال هنا: وكان يقرأ بالستين إلى 100. والمراد بالآيات هنا بالستين إلى 100 الآيات المتوسطة التي ليست طويلة وليست قصيرة. ليست طويلة كآية الدين مثلا، وليست قصيرة كقوله مدهامتان، أو كقوله ثم نظر. فالمراد بالآيات هنا المتوسطة. هنا قال: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. الكراهية هنا ليست على سبيل العموم، فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام بعد الليل بعد العشاء مباشرة، كان ينشغل بمصالح المسلمين وما أشبه ذلك، بمسامرة ضيف، فيجوز في هذه الحال بدون كراهية. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يحفظ الحديث
في الليل وأن يوتر قبل أن ينام. فإذا كان الإنسان ينشغل بالعلم بعد صلاة العشاء فيجوز له هذا من غير كراهية. كذلك لو كان ينشغل بمصالح المسلمين أو بمسامرة ضيف في بعض الأحيان فإنه يجوز من غير كراهية. نعم، نقف على هذا. في سؤال؟ نعم. نعم. السؤال ما يتعلق بجمع النيات. بجمع النيات. كيف إذا جمعنا النية أثناء الصلاة؟ مثلا صلينا قبل الصبح وتذكرنا أننا لم نصلي تحية المسجد فنوينا جمعنا النيتين أثناء الصلاة. إذا صليت ماذا أنت؟ قبل الصبح قبل الفجر ثم نتذكر أننا لم نصلي تحية المسجد فنجمع النيتين. إذا سوف أعطيكم إن شاء الله، هذه تحتاج مسألة إلى تفصيل، وهي فرق بين النفل المعين والنفل المطلق. هناك فرق بين النفل المعين والنفل المطلق، وهناك فرق أيضا بين قلب النية من فرض معين إلى نفل معين، ومن نفل معين إلى نفل مطلق. هذه فيها قاعدة فقهية لعلنا إن شاء الله في وقت أطول نعطيكم القاعدة وترتاحون إذا طبقتموها، لكن ذكرونا جزاكم الله خير لأنها تحتاج إلى وقت طويل. نعم، في سؤال؟ نعم. هل يجوز لنا إذا سئلنا عن أمر النية عن أمر دنيوي عن دنيوي ونحن لا نستطيع أن نجيب ونقول والله أعلم، وأنتم لا تستطيعون أن تجيبوا ونقول والله أعلم من أمر دنيوي مثل ماذا مثلا؟ ما فهمت. أين محمد والله أعلم؟ أي ما في إشكال، صحيح. أي لا، ما في مشكلة، الله يعلم كل شيء، ما في شيء. سواء سئلت عن أمر ديني أو دنيوي تقول الله أعلم، ما في شيء. نعم. هل عندكم سؤال؟ يداوم مثلا بعد ركوع مباشرة dari Allah dan melakukan semua itu ونحن مأمور هذا لم نستطيع هذا يسبقه لأنه مسرع جدا وهو يداوم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، فهذا الرجل لما دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى ركعتين،
ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع مرة ثالثة وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا 3 مرات. مرة الثالثة فقال الرجل يا رسول الله والله ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن. وهذا الشاهد، هذا الشاهد، حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل في الصلاة كلها حتى تقضيها. الشاهد من هذا أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان الإنسان لا يطمئن في صلاته فإن صلاته باطلة لا تصح. وما حد الطمأنينة؟ حده بعض العلماء بقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود ولو مرة واحدة. وحده بعضهم بأن تطمئن الأعضاء في الركوع عند الركوع، ويعتدل الصلب عند الرفع، وتطمئن الأعضاء في السجود. ولعل الأول أحسن وأقرب إلى الفهم، بمعنى بمقدار الذكر الواجب ولو مرة واحدة. هذا حد الطمأنينة. فإذا كنت تصلي خلف إمام لا يطمئن في صلاته ولا تستطيع أن تتبعه، فيجب عليك أن تفارقه، تنوي أنك مفارق له وتكمل صلاتك لوحدك. ولكن ينبغي أن يناصح هذا الإمام وأن يعلم إذا كان كما تقول لا يطمئن. وأما إذا كنت أنت موسوسا، بمعنى أن الإمام يقول سبحان ربي العظيم ربما 5 مرات 6 مرات، وأنت لا تستطيع من الوسوسة أن تقول ولو مرة واحدة، تعجز، فهنا لا ينظر لك. كيف؟ كثيرا نجد في الخارج عندما نصلي في المسجد في المساجد في الخارج الإمام ليس يعني لا يطمئن في صلاته. أيوة، هذا يعلم بارك الله فيك باللين والرفق، وخاصة أنتم لا بد أن تعلموه باللين والرفق، لعله إن شاء الله يمتثل. ويشرح له حديث المسيء في صلاته، يعلم حديث المسيء عندما ذكرناه لكم قبل قليل. نعم، في سؤال؟ يجعل
نعم، هذا بارك الله فيكم، هذا تنظيم لأجل أن يعرف الناس، وهذا من المصلحة. هو إذا جعل 15 دقيقة هو صلاها في الواقع في أول الوقت، لم يؤخر في أول الوقت، وهذا من أجل أن يعني عدم الإشقاق على الناس الذين يريدون أن يحضروا إلى الجماعة. وهو كما ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، كان يراعي الجماعة. فوضعوا هذه المدة لأجل أن الناس في هذا الوقت يستعدون للوضوء والمجيء إلى المسجد، وصلاة ركعتين سنة، إذا كان للصلاة سنة فهي سنة، وإذا لم يكن لها سنة تحية المسجد، فهذا لا إشكال فيه. نعم، لا إشكال فيه. أما إذا استعمل الآن ساعة نعم قبل الإقامة كيف؟ توقيت. نعم، ساعة نجد بعض المساجد يستعمل الساعة. أي نعم. ها؟ الساعة في ايش؟ في المسجد ساعة خاصة بالإقامة. ما فهمت يعني. إذا انتهى المدة مدة الإقامة ترن الساعة. ترن الساعة. إيه ما في إشكال. لا ما في إشكال. لا ما في إشكال. إيه لكن لا تكون بشكل موسيقى. يعني تنبيه بسيط لأجل أن يعرف الناس أن الإقامة حصلت، ما في إشكال، لكن ينبغي أن لا يفعل هذا. ما الفائدة؟ ما في فائدة، ينبغي أن لا يفعل. لكن هي كانت مثلا يعني ما أدري كيف يعني نعم مثل ما قال هذا مرة واحدة ما في إشكال، لكن ينبغي إذا كان يعني كذا أنه ما يفعل. ما الفائدة؟ واضح؟ طيب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.